آخر أخبار كأس العالم اليوم، لكن في بداية الفيديو لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. إسبانيا تدخل نصف نهائي كأس العالم 2026 بثقة كبيرة وسجل تاريخي مميز بعدما تأهلت على حساب بلجيكا بالفوز 2-1 لتضرب موعدا قويا مع فرنسا وتكشف الأرقام عن تفوق واضح للمنتخب الأسباني إذا لم يتعرض سوى لهزيمتين فقط في 12 مباراة بنصف نهائي البطولات الرسمية، ما يؤكد قوته في هذا الدور الحاسم. أما فرنسا فتدخل المواجهة وهي تحمل ذكريات صعبة أمام إسبانيا بعدما خسرت أمامها في آخر مواجهتين بنصف النهائي، الأولى في يورو 2024 بنتيجة 2-1 والثانية في دور الأمم الأوروبية 2025 بنتيجة 5-4 لتدخل القمة المرتقبة وسط أفضلية تاريخية ومعنوية لصالح المنتخب الأسباني بعد أيام قليلة من إعلان اعتزاله اللعب الدولي عقب خروج البرازيل من كأس العالم 2026. أثار نيمار الجدل بظهوره داخل منتجع يونيفرسال أورلاندو في ولاية فلوريدا، وظهر نجم البرازيل وهو ينتقل باستخدام سكوتر كهربائية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة مرتديا ملابس كاجوال ونظارة شمسية وسط حراسة أمنية قبل أن يتعرف عليه الزوار ويجتمعوا حوله. وأثار هذا الظهور الكثير من التساؤلات، خاصة أن سبب استخدامه للمركبة الكهربائية لم يتضح بعد، بينما أكد أحد شهود العيان أن نيمار لم يكن ملفتا للانتباه في البداية قبل أن يكشف رجال الأمن عن هويته. جدول مباريات اليوم السبت 11 يوليو 2026 في كأس العالم. القنوات الناقلة والمعلقون. تتواصل اليوم السبت 11 يوليو 2026 منافسات كأس العالم 2026، حيث تقام مواجهة قوية ضمن الدور الربع النهائي تجمع بين النرويج وإنجلترا على ملعب ميامي، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان لخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية ومصر، الساعة 1 صباحا بتوقيت الإمارات. القنوات الناقلة: حسن عيدوس بين سبورت ماكس 1، علي محمد علي بين سبورت ماكس 3. كما توجد احتمالية بنسبة 60% لبث المباراة عبر قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات، تردد القناة 12-24-5. الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الأخطاء 2/3 أو 5/6. جودة البث HD، تردد إضافي مفتوح، التردد 11054. الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3. ملاحظة: بث المباراة على قناة بين سبورت المجانية غير مؤكد رسميا حتى الآن، وما زال في إطار التوقعات والاحتمالات. وفي النهاية صديقي العزيز، ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد، وصلي على النبي.